فيلمنا بيبدأ مع لورين، محامية شاطرة جدا بتدافع عن قضايا الفقراء والمظلومين، وبتكون من عيلة مرموقة جدا، وده لأن والدها أرشر مسؤول عن بنك، وأخوها ويليام عضو في الكونجرس الأمريكي ومرشح لرئاسة الولاية. أما كاترين مامتها فبتكون محامية سابقة وشركة أرشر، وبتكون لورين ماسكة قواضي مهمة جدا ومشهورة جدا في الإعلام، وبتستغل شهرتها في إنها تدعم أخوها في حملته الانتخابية. وبتكون لورين واقفة مع ويليام أثناء مقابلة صحفية، وفجأة بيجي لها خبر وفاة باباها بأزمة قلبية، وبتتصدم لورين من الخبر وبترجع هي واخوها البيت، وبتتم الجنازه. وبتكون كاترين متاثره جدا بموت جوزها، على عكس ويليام اللي بيقول للورين انه مستعجل جدا وهو عايز الوصيه تتقلب بسرعه. وعلى الرغم من ان لورين بتكون متاثره الا انها بتبين العكس، وبيبقى ويليام ولورين مستغربين من سبب موت والدهم، وده لانه كان دايما بيمارس الرياضه ولياقته البدنيه عاليه جدا. وبيقول ويليام للورين ان والدهم كان دايما فخور بيها، فبتقول له لورين انه كان بيقول كده قدام الناس بس، لكن في الحقيقه ويليام كان دايما الابن المفضل. وبيقر محامي العيله وصيه الاب واللي بيسيب فيها ورث بقيمه 20 مليون دولار لويليام، وباقي الاملاك واداره البنك لمراته كاثرين، وبيسيب مليون دولار بس لورين. وبيتصدم كل اللي قاعدين من المبلغ الصغير اللي سابه لورين، بس لورين ما بتتاثرش وما بيفرقش معاها الفلوس، وبتقوم تشكر المحامي اللي بيقول لها ان الوصيه لسه ما انتهتش، وده لان والدها سايب لها حاجه ليها مخصوص، وبيديها ظرف وبيقول لها ان والدها كان دايما فخور بيها. وبتفتح لورين الظرف وبتلاقي فلاشه، واللي بتكون سبب في تغيير حياه لورين تماما. وبتلاقي لورين فيديو وبتفتحه، وبتلاقي والدها بيلمح لها على وجود مكان قريب من البيت، ومفاتيحه موجوده في الظرف اللي معاها، وبيقول لها انه مش هيقدر يقول تفاصيل عشان لو حد سمعهم، لكنه بيعتذر لها عن المسؤوليه الكبيره واللي لورين ملهاش اي ذنب فيها، وبيقول لها انه معتمد عليها ومتاكد انها تتفهم كل حاجه لانها كبيره. وبتاخد لورين المفاتيح وبتتمشى في الغابه وهي بتفتكر ذكريات طفولتها مع والدها واللي كان بيزعق لها لما تلعب في الغابه، وبيقول لها انها عدت حدود البيت. فبتروح لورين لنفس المكان اللي كانت بتلعب فيه، وبتفضل تدور في الارض برجلها لحد ما بتسمع صوت غريب، وبتحرك العشب اللي بيطلع مزيف، وبتلاقي بابه عليه قفل. فبتفتح لورين الباب بالمفتاح اللي معاها، وبتلاقي سلم، فبتنزله بهدوء، وبتلاقي اوضه تانية مقفوله بالمفتاح، فبتفتحها لورين بالمفتاح اللي معاها. وفجاه اول ما بتدخل بتلاقي انسان مربوط بسلسله زي الكلاب وقاعد على كرسي، وبتتخض لورين جدا وبتحاول تحركه عشان تعرف هو حي ولا ميت. وفجاه بيصحى الشخص المربوط واللي بيكون شكله مرعب جدا، فبتتخض لورين وبتطلع تجري بشكل هستيري في الغابه وهي منهاره. وبتوصل لورين البيت وبتقرر تكلم الشرطه، لكنها بتبص لاخوها اللي بتكون عارفه ان السر ده لو اتكشف عيلتها هتخسر كل حاجه، فبترجع في كلامها وما بتكلمش الشرطه. وبيشوفها ويليام وبيحس انها متضايقه، فبيقول لها انهم هيقسموا الورث بينهم، فبتقول له لورين انها مش فارق معاها اي حاجه. وبتروح لمامتها اللي بتكون واقفه لوحدها، وبتسالها لورين لو في اعداء لباباها، فبتقول لها كاثرين انها ما تشيلش هم الاعداء لانهم مسؤوليتها. وبتقول لها انها لو عايزه تساعد عيلتها بجد فلازم تكسب القضيه بتاعت اخوها واللي بيكون متهم فيها بالرشوه، وبتقول لها تقف جنبه في الانتخابات. وبتقرر لورين تفضل بايته في بيت والدها، وبتروح للمدخل السري من تاني، وفي طريقها بتفتكر وهي بتتخانق مع والدها وهي صغيره واللي بيكون عايزه تمسك قواضي غير اخلاقيه لاصدقائه، لكن لورين بتتخانق معاه وبتقول انه عايزها تدافع عن الاغنياء وتدوس على الفقراء. وبتوصل لورين المدخل السري وبتستجمع قوتها وبتقرر انها تاخد بصمات الشخص المحبوس، وده عشان تتحقق من هويته وتعرف اسمه. وبتدخل الاوضه وبتلاقيه نايم، فبتاخد بصماته على ورقه. وفجاه بيصحى وبتتخض لورين اللي بتكون مش عايزاه يشوف وشها، فبتجري بسرعه بره الاوضه وبتلبس قناع، وبتدخل عشان تستجوبه عن سبب حبسه في المكان ده. وما بيرضاش الشخص المحبوس يقول لها عن اسمه او اي معلومات مفيده، لكنه بيقول لها كل حاجه عنها وعن مامتها وعن اخوها وحتى عن جوزها وابنها، وبيكون عارف كل حاجه عنها. وبيقول لها تقلع القناع لانه كده كده عارفها، فبتقلع لورين القناع وهي مصدومه وبتساله عن اسمه وسبب حبسه، لكن الشخص المحبوس ما بيرضاش يقول لها وبيساومها على اكل كتير وسجاير، وبيطلب كل حاجه نفسه فيها. وبيقول لها انه محبوس من سنين، وان ارشر باباها ما كانش بيجيب له غير شوكولاته مره واحده في السنه، وان كان كل يوم بيخليه ياكل زبده وسكر بس. فبتتضايق لورين اللي ما بتكونش مصدقه ان ممكن باباها يعمل كل ده، وبتقرر تروح تجيب له اللي هو عايزه. وبياكل الشخص المحبوس واللي بيكون اسمه مورجان، وبيبدا يحكي قصته مع ارشر والدها، وبيقول لها انهم كانوا اصحاب جدا وانهم كانوا مشتركين في حبهم لنفسهم ولعبه البوكر وللستات. وبيقول لها انهم في يوم كانوا سكرانين جدا وكان والدها بيسوق العربيه، وفجاه بيظهر قدامهم شخص بيعدي الطريق فبيخبطوه وبيموت. وبيكمل مورجان وبيقول لها انه ساعتها اول حاجه جت في باله انه يبلغ الشرطه، على عكس ارشر اللي كان بيحب نفسه وكان خاف على مستقبله، فقرر انه ياخد الجثه ويدفنها بنفسه. وبيقول لها ان ساعتها والدها فضل يكرر جمله واحده بشكل هستيري، وهي ان عدم وجود جثه يعني عدم وجود جريمه. وبيكمل مورجان وبيقول لها انه ساعتها كان منهار ومرضيش يدفن الجثه مع والدها، وقالوا انه هيبلغ الشرطه. وبيحكي ان بعد ما ارشر دفن الجثه ضربوا على راسه واخدوا للبدروم ده، وقال للناس ان مورجان نصب عليه واخد كل فلوسه وهرب بره. وبتتعصب لورين جدا وبتقول انه كذاب وانها مش مصدقاه. فبيكمل مورجان حكايته وبيقول لها ان هو وارشر كانوا مشتركين كمان في حبهم للستات، وبيحكي لها عن واحده اسمها صوفيا فيوري واللي والدها كان بيعشقها وفضل عايش معاها 30 سنه من غير ما اي حد يعرف عنها اي حاجه. وبتتصدم لورين وما بتكونش مصدقه ان ممكن والدها
والدها يعمل كده في والدتها. لكن مورجان بيقول لها ان والدها كان بيحب والدتها كاثرين جدا، لكن صوفيا كانت بالنسبه له كل حاجه مش موجوده في كاثرين. فبتتعصب لورين اكتر وبتتهمه انه بيكذب، فبيقول لها عنوان ومكان صوفيا. فبتقول له لورين انه لو طلع بيكذب عليها مش هيشوفها تاني وهيموت لوحده. وبتروح لورين لعنوان صوفيا، واللي اول ما بتشوفها بتسالها عن السبب اللي خلاها تيجي. فبتقول لها لورين انها بس عايزه اجابات على اسئلتها، وبتسالها عن المكان اللي اتعرفت فيه على والدها وعن الفتره اللي قضوها مع بعض. تعرف لورين ان مورجان كان بيقول لها الحقيقه. وفجاه بتشوف لورين صوره طفل صغير وبتسال صوفيا عليه، فبتقول لها انه اليكس ابنها واللي بيكون اخو لورين الغير شقيق. وبتتصدم لورين اكتر، لكن صوفيا بتهديها وبتقول لها ان اليكس ما يعرفش عن وجودهم اي حاجه. فبتمشي لورين وهي منهاره وهي شايفه اسم عيلتها وهو بيتهد قدام عينها. وبتروح لهارولد محامي العيله وبتقول له انه كان بيقعد معاهم وبيبص في عينيهم على الرغم من انه شخص مخادع. وبتقول له انه كذب عليها وعلى والدتها طول السنين اللي فاتت وخبى وجود ست تانية في حياه والدها. فبيحاول هارولد يهديها وبيقول لها انه محامي والدها وانه ما يقدرش يقول اي سر من اسراره، وان زي ما والدها كان بيثق فيه ثقه عمياء لازم هي كمان تثق فيه، وده لانه هيحمي عيلتهم ومش هيسمح لحد يأذيهم. وبيقول لها ان صوفيا مضت على وثيقه عدم افشاء سر وان لورين وعيلتها في امان. فبتساله لورين لو في اي اسرار تانية مخبيها، وبتساله لو يعرف حاجه عن شخص اسمه مورجان، لكن هارولد ما بيكونش عنده معلومه عنه. فبتمشي لورين وبتروح لمورجان واللي بيقول لها انها مش شبه والدها وان عندها ضمير وهتسيبه يعيش حياته. لكن لورين بتكون متردده وبتقول له انه مش معنى انه حكى لها قصه الجثه المدفونه او صوفيا يبقى لازم تصدقه، وبتطلب منه يقول لها مكان الجثه. فبيقول لها مورجان انه مش هيقدر يقول لها المكان بعد كل السنين دي، لكنه لو راح المكان بنفسه ممكن يفتكر. وبتكون لورين مش واثقه فيه، فبتحط الكلبشات في ايده وبتهدده بالمسدس. وبيخرج مورجان لاول مره من 30 سنه للشارع وبيكون متاثر جدا وشايف كل حاجه جميله، وبيفضل يتكلم عن الاشجار والهواء والارض وكل حاجه كانه طفل لسه مولود. وبيركب مع لورين العربيه وبيتحركوا لمكان الجثه، وبيقدر مورجان يفتكر مكانها واللي بيكون في طريق ضلمه وسط الغابه. وبتخليه لورين يقعد بعيد عنها وبتبدا حفر، وبتفضل لورين تحفر مده طويله لحد ما بتتعب، وبتقول لمورجان انه كذاب وان مفيش حاجه، لكن مورجان بيكون واثق جدا وبيقول لها تكمل. وبتضرب لورين الجاروف في الارض بقوه وبتحس بحاجه ناشفه، فبتكمل حفر بايديها وبتلاقي هيكل عظمي وبتتخض جدا وبتنهار من الصدمه. وبتخلي مورجان يركب معاها وبيرجعوا للقبو السري، وهناك بيقول لها مورجان ان كل حاجه قالها كانت حقيقيه وانها لازم تسيبه يعيش اخر ايامه حر. لكن لورين بتكون متردده وبتقول انه ممكن يكون بيكذب عليها وان الادله مش كفايه. وبتكون لورين منهاره وضميرها مأنبها، لكنها خايفه على انهيار عيلتها لو مورجان بلغ عنهم. فبيوعدها مورجان انه مش هيقول لحد وانه هيعيش في هدوء وسلام وانه ما بقاش عايز اي حاجه من الدنيا. فبتعتذر له لورين وبتسيبه وبتمشي، وبيفضل مورجان يترجاها لحد ما بيفقد الامل وبيقول لها انها مجرمه زي والدها. وبتخرج لورين وهي منهاره وبترجع البيت وبتفضل عايشه مع مشاعر مزدوجه ما بين اخلاقها وضميرها وما بين خوفها على عيلتها وسمعتها. وبترجع لورين لبيتها بعد فتره طويله ما شافتش فيها بنتها وجوزها، وبيأنبها جوزها بسبب عدم اهتمامها بيهم وانها ما حضرتش حفله بنتها كلير في المدرسه، وبيقول لها انها حتى ما اتصلتش تعتذر. فبتتاسف لهم لورين وبتقول لهم انها بتحبهم. وفي تاني يوم بتروح لورين لاخوها ويليام وبتساله ان لو في حد بيهدد عيلتهم المفروض تعمل ايه. فبيقول لها ويليام ان العيله هي اهم حاجه وانها يا تقتله وترميه في النهر يا ترشيه وتبعده عنهم تماما. وبتقرر لورين انها تبعده عنهم، وبتروح لهارولد وبتخليه يعمل هويه جديده لمورجان ويحط المليون دولار اللي ورثته في حسابه ويحضر منهم 100,000 كاش. وبتقول له يحجز مكان في جزيره بعيده، لكن هارولد بيكون مصمم انه يعرف السبب. فبتقول له السبب هو ارشر واللي عمل جريمه هتسبب تدمير عيلتهم، وبتقول له انها مش هتقدر تعرفه اي تفاصيل تانية. وبتروح لورين لمورجان وبتجيب له لبس جديد وبتقول له يحضر نفسه لانها هتسيبه يمشي. وبيفرح مورجان جدا وبيوعدها انه لما يخرج مش هيبص وراه ابدا وانه هيعيش حياته كأن مفيش حاجه حصلت. وبتصدقه لورين وبتفضل مستنيه لحد ما يجهز، وبتساله عن اللي والدها كان بيقوله عنها، هل كان بيحبها فعلا ولا لا. فبيقول لها مورجان انه كان فخور بيها لكنه كان عايزها تشتغل في القطاع الخاص وتدافع عن اصدقائه لانه شايف انها هتسبب له العار لو بقت المدعي العام للمدينه، لانها ساعتها هتقضيه هو واصدقائه. وبيلمح لها عن شخص اسمه جيسي واللي بيكون اخوها متهم برشوته عشان يوصل لمنصبه، لكن لورين بتكون متاكده ان اخوها ووالدها ما عملوش كده، بس مورجان بياكد لها العكس. وبتتصدم لورين وبتروح لاخوها واللي بيحاول ينكر، بس في الاخر بيعترف لها انه لولا جيسي ما كانش قدر يوصل لحكم الولايه وان هي كمان ما كانتش هتكون مرشحه لمنصب المدعي العام. فبتضربه لورين بالقلم وبتقول ان هو وباباها كذبوا عليها طول السنين دي وانها دلوقتي بتدافع عنه مع انه مذنب، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح لمورجان اللي اخيرا بيخرج من حبسه، وبيكون مورجان اول مره يشوف الشمس من 30 سنه، وبيركب مع لورين العربيه واللي بتوصله للطياره. وبيكون هارولد مستنيه عشان يوصل معاه للجزيره وبيديه اوراقه الجديده والفلوس. وبيودع مورجان لورين اللي بتعتذر له عن كل السنين اللي والدها ضيعها من حياته. وبترجع لورين للمكان السري عشان تخفي كل حاجه تدل على الجريمه، وبتكون مفيش تغطيه للشبكه في القبو. وبتفضل لورين فتره طويله في القبو في الوقت اللي بيبعت لها المحقق كل المعلومات عن مورجان واللي قدر يجيبها من خلال بصماته. وبتستلم مامتها المعلومات اللي بتكون جايه من البريد. وبتخرج لورين من القبو وبتلاقي المحقق بيقول لها انه بعت لها المعلومات، فبتخاف لورين مامتها
تفتحها وتتصدم في الراجل اللي كانت متجوزاه. فبتجري لورين بسرعه ناحيه البيت، وهناك بتلاقي مامتها واقفه مصدومه وهي فاتحه الظرف وبتسالها لو تعرف الراجل ده. فبتقول لها لورين انها مجرد قضيه عندها عن واحد اسمه مورجان، لكن مامتها بتقول لها ان اسمه كايرسون مش مورجان، وانه شخص شرير بل الشر نفسه. وبتتصدم لورين اللي بتقول لها وهي مش مصدقه ان اسمه مورجان وان والدها كان حابسه في الغابه من 30 سنه. فبتسالها مامتها عن مكانه دلوقتي، فبتقول لها لورين انها حررته. وبتتصدم لورين في اللي عملته وبتتصل بسرعه بهارولد، لكن موبايله بيكون مقفول. فبتروح بسرعه لمكان الطياره وبتلاقيها في مكانها، وفجاه بتشوف هارولد قدامها وهو مقتول. فبتكلم لورين مامتها بسرعه وبتعرف ان مورجان ناوي ينتقم منهم كلهم. وبترجع البيت وما بتلاقيش مامتها موجوده، فبتبص لورين على الغابه وبتلاقي باب البدروم مفتوح. فبتروح بسرعه وبتلاقي مامتها مغمى عليها في الاوضه اللي مورجان كان فيها. وفجاه بتسمع لورين صوت مورجان اللي بيقفل عليها نور القبو وبيفضل يشتتها في اكتر من مكان وبيخليها مرعوبه. وبتفتح لورين نور الكشاف وبتفضل ماسكه المسدس في ايدها. وفجاه بيظهر مورجان من وراها وبيقول لها انها تكون مبسوطه قوي لما تخرج من هنا بعد سنين طويله وتشوف الشمس لاول مره زيه. وبيضربها وبيغمى عليها وبينقلها مورجان جنب والدتها. وبتفوق لورين وكاترين وبيقول لهم مورجان انه يحكي لهم الحقيقه، وانه فضل سنين طويله بيخطط لقتل ارشر لحد ما نجح انه يحقنه بالسم اللي ارشر نفسه سابهوله عشان يقتل نفسه بيه. وبيحكي انه فقد الامل لما ارشر قدر يهرب منه، لكن الامل رجع له من تاني لما شاف لورين واللي عرف انها بتدافع عن المظلومين، وكان دوره انه يمثل انه مظلوم وان هي المنقذ بتاعه. وبيقول لها انه متاكد ان لو اخوها اللي اكتشفه ما كانش هيتردد لحظه انه يرمي المفتاح بعيد ويعتبر نفسه ما شافش حاجه. وبيحكي مورجان بدايه القصه وبيقول انه كان مع كاثرين في حفله واللي حس انها بتبص له وعايزاه زي ما هو عايزها بالظبط، وساعتها قرر يدخل معاها في علاقه، لكن كاثرين رفضت فضربها ودخل معاها غصب عنها. فبتقول له كاثرين انه مغتصب. وبيكمل مورجان وبيحكي انه ساعتها ارشر عرف وانه كان متعصب جدا وسكران وراحوا مع بعض البيت المصيف. بس في الطريق ظهر شاب صغير قدام العربيه ومن غير ما ارشر ياخد باله خبط شاب صغير. وبيحكي مورجان ان ساعتها ارشر عرف ان مورجان هيستغل الموقف وهيساومه بيه، لكن مورجان ما كانش متوقع ان ارشر هيكون بالجرأه اللي بتخليه يحبسه في القبو كل الفتره دي. وبيقول لها ان بقت متعه ارشر هي تعذيب مورجان وحرمانه من الاكل والشرب وكل حاجه. فبتساله لورين هو عايز منهم ايه، فبيقول لها انه هينتقم من كل فرد في عيلتهم على كل سنه ضاعت من عمره في الضلمه. فبتحاول لورين تهجم عليه وبتقدر تخربشه في وشه. فبيقول لها مورجان وهو بيتألم انها غبيه لانها لحد دلوقتي ما فهمتش ان هو والدها الحقيقي. وبتتصدم لورين في الوقت اللي بتقوم فيه كاثرين من مكانها وبتاخد مسدسه وبتقتله، وبتروح تحضن لورين اللي بتكون تحت تاثير الصدمه وبتقول لها انها من عيله مونرو وانها ملهاش علاقه بيه. وبيخرجوا هما الاثنين من القبو وبترش لورين بنزين في كل مكان وبتقرر تحرق كل حاجه لانها ما حصلتش من 30 سنه.